انا والله يا احمد عايز اكلمك، وانا نيتي من الكلام ده ان احنا نحافظ على الشراكه اللي ما بيننا. انا والله نيتي من الكلام ده ان انا باقي عليه. ده الهدف الاولاني يا جماعه. انت محتاج قبل ما تروح تتكلم، قبل ما تقول بقى انا متضايق منك، قول لي الاول انت نيتك ايه، انت جاي تقول لي ايه. اقوله. امال هتقول له لمين؟ اه. ما انت بتحدده مع نفسك عشان تروح الاول، ما انت بتحدده مع نفسك عشان هتروح تقوله له انا نيتي ايه من الكلام. انا متضايق من حضرتك، فانا لو قلت لها الشعور ده، انما انا قد ايه حريص على العلاقه بتاعتنا، انا متضايق من حاجه حصلت واحكي. انما انا لو ما قلتش النيه قبل ما اقول الشعور هيتفهم غلط، فكل اللي جاي غلط. طب انا لو ما قلتش النيه ورحت جاي راح مزعق على طول، هتلاقي اللي قدامك بيبرر وانت هتفهمه انه بيقلب الترابيزه عليه. فاول حاجه انا محتاج اعمل ايه؟ احدد النيه بتاعتي. انا ليه جاي اتكلم؟ لانه نيتك دي هتساعد اللي قدامك يطلع حاجه ما كانش هيطلعها لو ما قلتش النيه. ركز بقى لان دي مهمه جدا جدا جدا، ودي تحديدا في البيوت بتعمل ازمه جامده جدا ما بين الازواج وبعض. احنا ما بنقولش النوايا، فاحنا بنروح نحكي الاكشن على طول. بصوا يا جماعه، انا هكلمكم وانا نيتي من الكلام ده ان احنا نحط سيستم. النيه علشان انت هتفتح لي قوس بكلامك، ارجوك اقفله، لان انت لو ما قفلتوش انا هفضل احط فيه حاجات، والقوس ده هيعمل لي لايرز. انا عمال احط لاير فوق لاير فوق لاير فوق لاير فوق لاير، هو الراجل ده على طول بيزعق فينا. احنا ما بقيناش فاهمين انت بتزعق ليه.